اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. البنات واجكم بخير وعلى خير؟ أنا في نعمة والحمد لله. خواتاتي في الله، حبيت نشارك معاكم أوبي شوكو وتارتوليت برستيج، مقادير بسيطة وطريقة التحضير أبسط والذوق ولا أروع. وبما أن على أبواب شهر رمضان الكريم، اللهم بلغنا رمضان صائمين وقائمين، لا فاقدين ولا مفقودين. ما نطولش عليكم خواتاتي، نمر مباشرة لذكر المقادير مع طريقة التحضير. المقادير هنا: عندي 250 جرام زبدة، عندي حبة بيض، وثلاثة مغارف كبار سكر أرطب، والفرينة حسب الحاجة، ومغرفة صغيرة نتاع خميرة الحلويات. البنات هنا هذو هما لي طارتولات اللي راني راح نخدم بيهم، راهم توندونس، وعندي لي سيرسو هذوما في الرون، وعندي هذوما في الأوفال. نجيب الغيسيبيون. البنات أنا هنا رايحة نخلط في البيتران، واللي ما عندهاش تخلط بيدها عادي جدا. حطيت 250 غرام تاع زبدة، نضيف عليهم 3 مغارف كبار سكر أرطب، زيت حبة بيض بحرارة المطبخ، وهنا 2 مغارف نتاع زيت راح يعطونا هشاشة للعجينة، وبنس نتاع ملح، ومبشور حبة برتقال. بنات هنا راني نستعمل منستعملش الفاني، نستعمل المنكهات الموسمية، تكون طبيعية وفي نفس الوقت تعطينا جو مليح. نخلط كلش مع بعضه، ونبدأ نضيف الفرينة بالتدريج حتى نتحصل على القوام نتاع العجينة اللي نسحقه، ماشي يابس ومامتو ماهوش طري. هنا البنات راه ضفت الفرينة وزدت ضفت مغرفة صغيرة نتاع خميرة الحلوى. البنات هذا هو القوام نتاع لاباط، شوفوا معايا الطري ومامتو ما يلصقش في اليد. نجيب كيس غذائي ونخليها ترتاح شوية. في المرحلة هذه بعد ما ارتاحت معايا نجيب كيس أليمونتير. البنات كما تعودتوا عليا دائما، أنا دائما نستعمل الأكياس هذه نتاع الملصوقة نتاع السوق. ندير كيس من الفوق ونحط العجينة، ونزيد كيس من الأسفل، عفوا كيس من الأسفل ونحط فوق منه العجينة، ومن بعد ندير كيس آخر. البنات العملية هذه الطريقة هذه راهي تسهل علينا عملية حلين العجينة. هنا عندي لامبورت بيس، شوفوا هنا البنات نجيب الكيسات اللي رايحة نخدم فيهم تاع لي طارتولات، ونحط فوق منهم لامبورت بيس. لازم تكون واسعة شوية باش نقدر كي نحط كي نطبع بالطريقة هذه، كي نهز العجينة تجيني قيس قيس مع الكيسات نتاع الطارتولات. دوك تشوفوا معايا صافي تعطيني الارتفاع والقاعدة. هنا البنات نجيب الكوبات، البنات هنا دوك الرجلها، وزدت هنا طباعة نتاع السيرسو. في الاول كنت رايحة ندير نطبع ندير كما الطريقة الاولى، ومن بعد بدلت
نهز الحبة بكلها، يعني الدائرة بكلها نتاع العجينة، ونحطها في السيرسو ونبدأ نريقل بصباعي. هنا نوريكم لامبورت بيس أكبر من السيرسو، كي نطبع بيها، كي نهز هاك الدائرة نتاع العجينة، كي نحطها طول تجيني قيس قيس، تعطيني القاعدة وتعطيني الارتفاع. هنا لي سيرسو تعودوا تخدموا بهم، ماذا بيكم تخدموا فوق الساشية وإلا فوق البابي فيلم، بابي كويسون عفوا. تبدي تريقلي بصباعك هكا، وقت زائد تجيبي كوبات ولا موس وتبدي تنقصي. هنا الحبة تاعي راهي صايي ريقلتها. البنات هذيك راهي قشور البرتقال اللي راهي تبان معانا، صدقوني عطتني مذاق في لاباط ولا اروع. وهذو اللي خدمتهم الويلة. نكمل كامل الحبات كلها. هنا كملتهم البنات. نجيب فرشيطة ونبيكيهم كامل. شوفوا هنا البنات هذا المول الأوفال كيفاه جمعية، بما انهم فيهم الخميرة والبيض لازم نبيكوهم باش ما يطلعوش معانا كي طيبوا. كمل كامل الحبات كلها نبيكيهم، ونحطهم في البلاطو ونحطهم يطيبوا. البنات هنا رايحة ندير معاكم او بيشوكو. نجيب شكارة نتاع حليب، نهز الربوع نتاعها فقط ونحطه في كاسرونة، ونضيف عليه 3 مغارف أكبار سكر عادي، ونضيف عليه 2 مغارف نشا، و 2 حتى ل3 كاكاو. نخلط كلش بارد في بارد ونحطها فوق النار. هنا حطيتها فوق النار ونخلط مليح حتى لتختار. هنا البنات عندي مرسو نتاع شوكولا، اللي عندك. هنا عندي في جيكاو. نقطعها قطع صغيرة ونرماها، ونضيفها على الخليط نتاع الحليب والنشا والكاكاو والسكر كي يخثر معانا. في المرحلة هذه كي ذبت معانا الشوكولا وتحصلنا على هذا القوام، نحاها على النار ونضيف لها الحليب. نضيف لها شكارة غير ربع نتاع الحليب، يعني ربع مش شكارة. كنت ضفت له المكونات وطيبته. البنات هنا تعمدت اني تكون عندي شكارة، يكون عندي الحليب مقلص باش يبرد لي الخليط الاول. في المرحلة هذه نجيب ياغورت شوكو ونضيفه. البنات هنا راي الباطة مازال فيها، دوك نكملها. كملتها. نخلط كلش مع بعضه حتى يذوب معايا هاك الكلاصون هذاك نتاع الحليب، ونحطها في الفريجيدير تبرد، لاني راح نقدمها بارده. هنا باش نزين لي تارتولات عندي كاس شونتيي وكاس ماء بارد. طلعوا مليح بالباطير. البنات الشونتيي اعطوه حقه، لانه كما قلت لكم في الفيديو اللي فات راه كاين دي شونتيي ما يطلعوش فيسا، لازم تعطوهم حقهم في الطلوع. هنا عندي لادوي، عندي 2 انواع. عندي نوع نتاع ورده، والنوع هذا اللي راح ندير بيه نعمر بيه لي تارتولات الاوفال.
والشكل نتاع الوردة نعمر بيه لي تارتوليت المدورين كما راكم تشوفوا معايا، ويعطونا شكل يعني مليح. هنا البنات عندي لي شونتي عمرتهم في لي بوش، وهنا عندي مرص نتاع شوكولا كنت ذوبته وضفت له علبة نتاع ياغورت شوكو. هنا هيدا راهو غاناج، خلطهم مع بعضاهم، وكل فون دو طارت نعمرو زوز مغارف صغار نتاع غاناج شوكولا زايد ياغورت شوكو. نكمل نعمر كامل الحبات. هنا مرسو نتاع شوكولا وحبة ياغورت عمرولي الكمية هذه. هنا نبدأ التزيين في التارتولات الأوفال بالشكل هذا، على شكل زيغزاغ. والمدورين ندير لهم بالقمع هذا. طريقة العمل نتاعو تخرجي وديري تطلعي وتهبطي حتى تحصلي على الشكل نتاع الوردة هذا. شوفوا البنات الطريقة كيفاه. حتى نكملوا كامل الكمية. شوفوا الشكل نتاع لي روزاس كيفاه جوني. وهنا البنات لي تارتولات راهي كملت في حلتها الأخيرة. شوفوا هنا لي تارتولات اوفال كنت زينتهم عفوا سيريس كونفي، وهذا اوبي شوكو كنت درت له حتى هو شانتي من الفوق وزينته بالفيريرو، حبات تاع فيريرو، قسمت الحبة على زوز. ومام لي تارتولات حتى هما زينتهم بالشوكولا لانه هما في الوسط فيهم يعني معمرين بالغانا الشوكولا. كانت هذه التحلية. شوفوا الديسان تاع لي تارتولات كيفاه جت. كما قلت لكم لي زاسيت تاع لي تارتولات راهم طوندونس وما همش غاليين، راهي الكعبة ب3500. وان شاء الله تكون عجبتكم التحلية تاع نهار اليوم. ولي تارتولات بريستيج وحليب اوبي شوكو. شوفوا البنات كيفاه جت مبسة، هذا لاني درت لهم زوز مغارف زيت مع الزبدة. جو بسم الله وما شاء الله، شاهدكم في الجنة. وإن شاء الله تعجبكم وتعتمدوها كتحلية في رمضان. صدقوني مذاق رائع. أنا راح نهز معاكم حبة ونقصها معاكم وتشوفوها كيفاه جت. خواتاتي ما بقى لي غير نقولكم أستودعكم الله وإياكم الذي لا تضيع ودائعه. سلام خواتاتي في الله.